سرسرة سرشافا. ابن العم، نحن قلت لك لما نجلس مثلا، أنا قعدت جالس أنا وأبناء عمي كذا أولاد عموميتنا، مثلا نفتح مواضيع مثلا عن الكرد إلى آخره، وعن يعني العائلة وكذا ونقاشات. الموضوع هذا يعني هذا ما بيغيب عنا، الموضوع دائما على ألسنتنا، يعني الحمد لله رب العالمين. نقاشات كثيرة ونتطرق كثير مواضيع. مثال مثلا، ابن العم اللي بده ينسلخ عن جلدته وعن أصله حده 100,000 جهنم، حده 100,000 جهنم اللي بده ينسلخ عن أصله. يعني ما بيأثر علينا بالنهاية. الأكثرية، والحمد لله الأكثرية بيقروا أنه كرد الفضل لله لرب العالمين. يعني هي شغلة جدا جيدة بكثيرين يعني. غير هيك يعني ابن عمي، حتى اللي يلي استعرب، هلا كثير ناس بقول لك استعرب. ليس كل من يا ابن عمي يتكلم العربية فهو استعرب. هلا في ناس كثيرين فكروا انه كل واحد نطق العربية فخلص هو استعرب. قدر الله ما شاء فعل. هلا نحن وعينا على الدنيا بنحكي عربي بسبب ضغوطات وجور حكومات ودكتاتورية، تعرف انت ابن عمي. ولكن اللي استعرب يا ابن العم هو الإنسان اللي ثقافته صارت عربية، أفكاره صارت عربية. يعني صار يعجب بأي شيء عربي. تمام. أما الإنسان اللي مقر بأصله اللي هو كردي، فبرأيي أنا لسانه عربي. والعربية هي يعني لا تكتسب بالنسب، هي لسان. وأكبر دليل سيدنا إسماعيل ما اكتسب اللغة من إبراهيم عليه السلام، اكتسبها من قبيلة جرهم اليمنية، تعلم العربية. فعلى العموم ابن العم، اللي ضايع أصله الله وياه، الله معه بالعامية مثل ما بيقولوا. حماة كردية، وهذا الشيء مثبت تاريخيا ابن العم، وانت بتعرف. يعني مو مثل ما الناس بتفكر او بتظن انه بس الوجود الكردي بحماه هو بس يعود انه للايام صلاح الدين الايوبي، الحملات اللي قام فيها والجند اللي اجى معه واستقر بحماه. لا ابدا. على فكرة ابن العم، هل تعلم انه في عندنا مدينة اسمها صوران؟ صوران كلمة. هلا يقال انه جند صلاح الدين يلي كانوا يتكلموا بالسوراني استوطنوا فيها وسموها صوران. هي مو صوران، ولكن بالعربي صارت صوران. بدي ابحث عن هذا الشيء، يعني بدي اتاكد ولازم انت حضرتك تتاكد كمان من هذا الموضوع. وفي اقوال تانية، ولكن هي حتى عندك مورك، مدينة مورك. مورك كمان ليس اسم عربي، كمان اسم كردي. على العموم بالعمي، فالوجود الكردي بحماة من زمان، من ايام الامبراطورية الميتانية. يعني حماة هامت، اسمها آمت او امات، يعني ما اسمها حماة، ولكن بالعربي صار اسمها حماة. والكل بيعرف الامبراطورية الميتانية وتوسع وين كانت متوسعة. المهم ابن العم، نحن فتحنا عيوننا على هالدنيا بنحكي عربي للأسف. محيطنا، ما أقصد المحيط إنه المحيط عربي، لا، ولكن الدائرة القريبة منا عربي، بيحكوا عربي. قدر الله ما شاء فعل. هل تعلم يا ابن عم، وقد دخل الشريف حسين على سوريا، الناس بحماة تفاجأت من الكتابات اللي صارت تطرش الجدران، مطرش الطرش على الجدران باللغة العربية. يعني الناس شافت شيء مو متعودة عليه، تشوفوا شيء مكتوب على الجدران. فكان في هيك مثل صدمة، تفاجأت الناس من هذا الموضوع. فأنا بتوقع اللي صار كان ممنهج. أكيد أنا بتوقع أنه هذا الشيء كان ممنهج، والله العليم. صح، في ناس كانت تحكي عربي، موجودة، العرب موجودين، البدو موجود كان، ولكن ما بتوقع أنه الناس كانت نسيان اللغة
قبل 100 سنة. ما بتوقع هذا الشيء، فلهيك بظن انه الناس كانت تتفاجأ من هذا الموضوع اللي هو يشوفوا الكتابات تنطرش طرش على الجدران. الناس استغربت سيدي، يعني بنقول صارت صدمة وراح. وبعد ايام بعدين اجاك جمال عبد الناصر كمان. ايام جمال هو اكثر واحد نادى بالقومية العربية، وصار تغيير ديموغرافي كثير ايام جمال عبد الناصر. يعني انا في كثير مفروض كثير سياسيين مثلا باحثين مؤرخين يعني ما بيتطرقوا لهي المواضيع عن ايام الوحدة بين سوريا ومصر، التغيير الديموغرافي اللي قام فيه جمال عبد الناصر وسلح البدو وهجروا الأكراد. يعني على هيك بنعرف هذا الشيء نحن. وإجا بعد منه حافظ أسد وأراضي الغمر اللي غمر سد الفرات، والتغيير الديموغرافي والقرى يلي غمرها السد. هذا كله مذكور تاريخيا ومعروف تاريخيا، وفعل فاعل. يعني حزب البعث تقصد بهذا الموضوع، هذا الشيء يساوي لما غمر القرى وطفش أهلها الكرد وجاب بدالهم عرب. يعني كثيرين بيعرفوا هذا الشيء. فإن شاء الله يا ابن العام اللي قادم بكون خير إن شاء الله بإذن الله. أنتم احمدوا ربكم يا ابن عمي إنكم لساتكم محافظين على اللغة. والله أنا يعني إن شاء الله ما في شيء صعب، نتعلمها إن شاء الله ونعلمها لأولادنا إن شاء الله تعالى بالمستقبل. ولكن احمدوا ربكم يا ابن عمي إنكم لساتكم محافظين على اللغة. أنتم تختلفوا عنا، ليش؟ أنتم لأن كنتوا يعني بقراكم احمدوا الله أنه ما تهجرتوا، حافظتوا على اللغة بين العوائل بين المحيط القريب منكم. بعكسنا نحن فتحنا عيوننا على الدنيا اللي حوالينا بيحكوا عربي للأسف، للأسف الشديد. ولكن بإذن الله يا ابن العم رح يجي اليوم بإذن الله وارفع علم كردستان بنص حما إن شاء الله. بنص حما بدي أرفع العلم، بنص حما. هربجي كرد وهربجي كردستان على راسي يا ابن عمي. الله يسعد ليك.